يا هلا والله بكل الشباب وبكل المتابعين. اليوم حلقتنا نارية، حلقة بيها توقعات صادمة عن مباريات دوري أبطال أوروبا. مستعدين؟ يلا بينا ننطلق. يا جماعة، عدنا متعة يوم الثلاثاء والأربعاء، صراع الكبار. المباراة الأولى ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. يا سلام، مباراة راح تكون ممتعة وقوية جدا، وحتى التوقع بها صعب كلش. الريال صحيح مدى يقدم أفضل شيء بالدوري الإسباني، بس يا أخي من يجي لدوري الأبطال تحس يلبس قناعه ويبدع ويقدم مستويات نارية. وبايرن ميونخ طبعاً ما يحتاج مدح، فريق متكامل وقوي جداً وصعب يخسر. أنا صراحة راح أروح ويا التعادل، تعادل إيجابي. خلي نيجي على المباراة الثانية، أرسنال ضد سبورتينغ لشبونة. مباراة قوية جداً. أرسنال مستواه زين وهو متصدر الدوري الإنجليزي حالياً، بس عنده شوية تعثرات بالفترة الأخيرة. وعندك سبورتينغ لشبونة، الكل شاف شلون قدر يتأهل ضد فريق عنيد وعلى أرضه، بس توقعي بهاي المباراة راح يروح ويا فوز أرسنال. عندنا المباراة الثالثة، وهنا قمة نارية، برشلونة بمواجهة متكررة ضد أتلتيكو مدريد. مستوى الفريقين شفناه قبل يومين، بس هاي مباراة تختلف والمسابقة تختلف. أتوقعها صراحة فوز برشلوني. عندنا المباراة الرابعة على شيء مهم يا بين باريس ضد ليفربول. اللعبة الأولى وبدون الريال وبايرن، أتوقعها فوز باريس 2-2 تعادل إيجابي. اللعبة الثانية فوز أرسنال بفارق هدف. اللعبة الثالثة فوز برشلونة بفارق هدفين. اللعبة الأخيرة فوز باريس بفارق هدفين أيضاً. وخلي نحكي الحق، الريال مو بعيدة يظهر بشكل مفاجئ، لأن قبل سواها واحتمال يحقق فوز مهم على البايرن، بس يبقى بايرن فريق قوي جداً، وخلي نشوف شو راح يصير. بالنسبة لنهاية الفيديو، حباب لا تسد الفيديو إلى أكمل شي واحد، ما راح ياخذ من وقتك بس شويونة ثواني. اشترك في قناتي، فدوى لعينك.